بيبدأ الفيلم بواحد اسمه دوم ومراته موني، وبنعرف إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا ومش بيحصل بينهم أي مشاكل. وموني بتكون مهتمة بالنظام، عشان كده بتكون مهتمة بكل تفاصيل البيت، وبتعلم ولادها إنهم يكونوا متفوقين في أي حاجة بيعملوها. وبسبب اهتمامها بالتفاصيل بتحدد وقت أي حاجة وكل حاجة، وبتكون عامله وقت تتكلم فيه مع جوزها، وده بيخليه يبدأ يتضايق من تصرفاتها. وبيكون شغال مدير شركة أساس كبيرة، عشان كده حالتهم المادية بتكون كويسة. وفي يوم من الأيام الشركة بتكون محتاجة موظفين، وبيتقدم ناس كتيرة علشان تشتغل فيها، وبتكون من ضمن الناس دول واحدة اسمها داستي. ولما بتعمل الانترفيو بنلاحظ إنها جميلة جدا، ودون أول ما بيشوفها بيكون معجب بيها، وبيعرف إنها أول مرة تشتغل في المجال ده ومش بيكون عندها خبرات في الشغل. وطبعا بيقول لها إن ده المطلوب بالظبط وبيعينها في الشركة، بس لمجرد إنها جميلة. وبينتهي اليوم ودون بيرجع البيت، ومراته بتسأله عن الموظف الجديد اللي وظفه في الشركة، فبيقول لها إنه شاب اسمه ديستي. ولما بتسأله عن خبرته في الشغل بيكذب عليها وبيقول لها إن عنده خبرات كتيرة جدا وهيفيد الشركة. وبنشوف جزء من المشاكل العائلية اللي بين دون وموني، لأنهم مش بيقضوا أي وقت مع بعض. وثاني يوم في الشركة بيكون ده أول يوم شغل لديستي، وبتقول له دون إنها عملت أول صفقة ليها في الشغل، وبتحضنه وبتحتفل معاه، وبيكون باين عليها إنها معجبة بيه أو بتضحك عليه علشان تفضل مكملة في الشركة. وبينتهي اليوم بيرجع البيت، وفي الغدا بتسأله مراته عن اليوم بتاعه، فبيعرفها إنه كان يوم كويس جدا. ولما بتسأله ليه بيقول لها إن ديستي الموظفة الجديدة عملت أكتر من صفقة في أول يوم شغل ليها. بعدها بياخد باله إنه كان معرف مراته إن داستي راجل مش بنت. في الوقت ده بتتعصب منه جدا وبتفضل تتخانق معاه لأنه كذب عليها، فبيشرح لها هو ليه عمل كده، وبيقول لها إنه ما كانش عايزها تضايق لأنه عارف إنها بتغير عليه جدا. بعدها طلبت منه إنه يكلمها عن داستي شوية، وبتفضل تستجوبه ومش بيكون عارف يرد عليها. وفي آخر كلامهم بتقول إنها هتروح معاه الشغل علشان تشوف الموظفة الجديدة. وفعلا ثاني يوم بنشوف موني ودون جوزها وهم رايحين للشركة مع بعض. ولما بتشوفها بتلاحظ إنها جميلة جدا، وكانت خايفة لا تخطف جوزها منها، وقررت تقضي معاهم اليوم كله. لكنها بتتعصب جدا من طريقة جوزها مع ديستي، وبتفضل تتخانق معاه. وبآخر الخناقة بتقول له إنها هترجع البيت، وبتقول له هو كمان هيبات بره البيت، وبيضطر إنه يبات في الشركة. وبيعرف ديستي إنه حصلت مشكلة بينه وبين مراته، وهيبات لوحده في الشركة. وبعدها داستي بتستنى لما كل الموظفين يمشوا، وبتدخل المكتب بتاع دون وبتلاقيه نايم، وبتفضل تقرب منه وبتنام في حضنه، وبيدخلوا مع بعض في علاقة. وبعدها بنشوف دون ومراته وعلاقتهم بقت أوحش، وبيبدأ يهتم بنفسه علشان يعجب موني، وكمان بينجح إنه يخبي على مراته علاقته بداستي. وبيجي يوم وبنعرف إن دون عامل حفله عائلية وبيعزم كل الناس اللي يعرفهم. وموني بتتفاجئ لما بتشوف داستي موجودة في الحفلة، وفهمت إن جوزها هو اللي عازمها. وبعدها بتلاحظ طريقة داستي الغريبة مع جوزها، وبتحس إن في حاجة بينهم. بعدها بيتكلم مع داستي وبيعرفها إنهم لازم يبعدوا عن بعض فترة، لأن مراته وكل الناس اللي حواليهم شاكين إن بينهم علاقة في الوقت ده. داستي بتسأله إذا كان بيحبها ولا لا، فبيعرفها دون إنه بيحبها، وبتقوله عندي ليك خبر حلو، وبتعرفوا إنها حامل. ودون بيتصدم جدا، وبتقوله بعديها إنها عايزه تحتفظ بالطفل وبعدها يتجوزوا، لكنه مش بيكون عارف يرد عليها، وبيطلب منها تنزل الطفل. ولما مش بيكون عارف ياخد قرار بيقعد مع شخص اسمه ليس، وبيكون صديقه، وبيحكي له كل اللي حصل، وبيقول له إنه خايف جدا من رد فعل مراته، لأنها ممكن تطلب الطلاق وتاخد البيت والأولاد، وبعد كده هتطرده من الشركة لأن الشركة بتاعتها هي وأبوها، وإن مجرد مدير. وبيطلب منه مساعدته، وبيقول له إن ممكن ياخد منه فلوس ويديها لداستي عشان يتفق معاها إنها تنزل الطفل اللي في بطنها قبل ما مراته تعرف. ودون بيوافق على الفكرة. وتاني يوم بنشوفه في الشركة وهو بيجهز 20,000 دولار، ولما بتيجي داستي بيديلها الظرف اللي فيه الفلوس، وبيطلب منها إنها تنزل الطفل، لكنها بتضايق جدا من كلامه، وبتقول له إنها دخلت معاه في علاقة عشان بتحبه، وبتكون حزينه جدا وبتسيب الفلوس وبتمشي في الوقت ده. دون مش بيكون عارف يتصرف إزاي، وبيكون حاسس إنها فعلا بتحبه. بيروح يقعد مع صديقة بيعرف اللي حصل، لكن بعد شوية بيقول إنها عملت كده عشان تاخد مبلغ أكبر، وإنها مش بتحبه.
لكنه مش بيكون معاه أي فلوس تانية، مش بيكون عارف يتصرف إزاي. لكن صاحبه بيقول له أنت المفروض تقول لمراتك كل حاجة قبل ما دستي تقول لها، لكن دول مش بيوافق على الفكره. فبيقول له إنه لو قال لمراته وقال لها إنه ندمان على اللي عمله ممكن تصالحه وما تاخدش منه الشركة، لكن لو عرفت لوحدها هتاخد منه كل حاجة. ودون مش بيلاقي أي حل غير الحل اللي قال له عليه صديقه، لكن بيكون خايف جدا من مراته. بيروح دون البيت وبياخد القرار إنه يتكلم مع مراته ويصارحها. وفعلا بنشوفه وهو واقف ورا مراته موني وبيقول لها إنه خانها مع ديستي وإنها حامل، وبيفضل يعتذر لها وبيقول لها إنه ندمان إنه عمل كده، وبيترجاها عشان تسامحه، وبيكون خايف جدا من رد فعلها. لكن الغريب إنها مش بتضايق وبتفضل تتكلم معاه بهدوء، وبتقول له الموضوع حصل إزاي وبيحكي لها. فبتقول له في حد ثاني عارف اللي حصل، ولما بتعرف إن ديستي مش عايزه تنزل الطفل، فبتقول له مفيش غير حل واحد عشان نكمل مع بعض. ولما بيسألها إيه هو الحل بتقول له تقتل ديستي، وبكده مفيش أي حد هيعرف أي حاجة والأمور هترجع لطبيعتها. لكنه بيتفاجئ من ردها وبيكون فاكر إنها بتهزر معاه. بتقول له مفيش حل غير ده، لو مش عايزني أسيبك. لكن دون مش بيكون عارف يتصرف ومش هيقدر يعمل كده، بيفضل يترجاها عشان تقول له أي حل ثاني غير. لكنها مش بترد عليه وبتسيبه وبتمشي. وبنروح لمارفي وبنعرف إنه رئيس عصابه، وبنعرف إنه هو اللي مشغل ديستي معاه دون. وبكده بنعرف إنها مش بتحبه ومش حامل. ولما بيعرف إن دون عرض عليها 20,000 دولار بس بيتعصب جدا وبيفضل يزعق فيها، لأنه كان فاكر إنها تاخد منه مبلغ أكبر من ده، وبيقول لها إنها لازم تطلب مبلغ أكبر وبيخليها تكلمه. وبعدها بنشوفها وهي تتصل بيه في الوقت اللي بيكون فيه بيتخانق مع مراته، لأنه مش بيكون عايز يقتل داستي، وبتقول له إنه مفيش أي حل ثاني غير ده. ولما بتتصل بتقول له يرد ويشغل المايك، وبتسمع ديستي وهي بتقول إنها فكرت في الموضوع، موافقه تاخد فلوس عشان تنزل الطفل، لأنها اكتشفت إنه مش بيحبها، لكنها عايزه 30,000 دولار علشان تنزله، ومش هتاخد أقل من كده. وبتعرفه إنه لو ما وافقش هتعرف مراته باللي حصل وهتضيع منه كل حاجة. ولما مراته بتسمع الكلام بتطلب منه إنه يوافق، فبيوافق على كلامها وبيقفل معاها المكالمة. ومراته بتعرفه إنها بتبتزه، ودي مش المرة الوحيدة اللي هتعمل فيها كده. ممكن كمان ما تنزلش الطفل وتطلب فلوس تانية، وبتطلب منه إنه يتخلص منها وبتفضل تتكلم معاه لحد ما دون بيقتنع بفكرتها وبيقول لها إنه موافق يعمل كده. وبعدها بنشوف مراته وهي بتديله سم علشان يحطوه لداستي في المشروب بتاعها، ودون بيدي ميعاد لديستي علشان يتقابلوا. ولما بتوصل بتطلب منه الفلوس، وبيطلب منها إنها تقعد معاه شوية، وبيدي لها المشروب. بيطلب منها إنها تشرب معاه، فبتشرب داستي وبتحس إن دون خايف ومتوتر، فبتفهم إنه حط لها حاجة في المشروب، وبتحاول إنها تهرب بسرعة، لكنه بيوقفها وبيمنعها، وبيبدأ يبان عليها التعب والسم بيقتلها. ولما بتيجي موني مراته بتقول له إنه لازم يحطها في شنطة العربية، وبيتحرك فعلا بيها وبياخدها للبيت، وبيفتح شنطة العربية وبياخد جثتها، بيلاقيها لسه عايشة والسم ما قتلهاش. ومراته بتقول له لازم يجيب أي سلاح ويقتلها بيه، لكنه بيكون خايف جدا، ومراته بتكون بتضحك ومبسوطة. ولما بيرفض يضربها بالشاكوش موني بتقول له أنت جبان. وبتعرفوا إن الموضوع بسيط، وبتاخد منه الشاكوش وبتديها على راسها وبتقتلها. وجوزها بيكون مرعوب جدا، لكن مراته بتاخدها وبتفضل تقطعها حتى صغيره، وبيكون الدم مغرق وشها. وبتروح لجوزها وبتقول له لازم ياخد الجثة ويدفنها. وبنروح للعصابة اللي كانت مشغله ديستي، وميرفي كان بيسأل عليها، ولما بيعرف إنها اتأخرت بيكون قلقان جدا، لكن صاحبه بيحاول يهديه. وتاني يوم بنشوف الشرطة وهي مستنيه دون في الشركة، والشرطي بيسأله عن الموظف داستي، وبيقول له إنه بيحقق في قضية اختفاء ديستي. ودون بيتوتر جدا لما بيسألوا عليها، ومش بيكون عارف يرد يقول إيه، والضابط بيشك فيه. وبعد ما بيمشي بيروح لصديقه وبيقول له إنه سامع كلامه، واعترف لمراته باللي حصل، وهي سامحته وطلبت منه إنه ما يقربش ليها ثاني. وبنعرف إنه كذب على صديقه علشان ما يكونش في أي دليل ضده. وثاني يوم مورف بيروح لبيت دون وبيقف يتكلم مع ابنه، وبيديله جواب وبيسيبه وبيمشي. ولما بيشوفه بيروح لابنه وبياخد منه الجواب. ولما بيفتحه بيعرف إن ميرفي بيراقب مراته، وبيعرفوا إنه هيقتلها لو ما سمعش كلامه، وإنه لازم يروح يقابله في الوقت ده. بيتكلم مع مراته وبيحكي لها اللي حصل،
ومراته قالت له أنت لازم تروح تقابله، وفعلا بيروح يقابله. ولما بيسأله عن ديستي بيكذب عليه وبيقول له إنها فعلا خدت منه الفلوس ومشيت، ومن بعدها ما يعرفش أي حاجة عنها. ومورفي بيتعصب جدا وبيقول له إنه لازم يجيب له المبلغ بكرة وإلا هيقتله. فبيوافق دونه، بيروح عشان يعرف مراته اللي حصل، ومراته بتقول له إنها هتتصرف. وبالليل بياخدوا أجزاء من جثة ديستي وبيخبوها في بيت مورفي، وبتطلب من جوزها إنه يستنى في العربية وهي هتدخل البيت لوحدها علشان تسيب الجثة وتهرب. وفي الوقت ده بيجي واحد من عصابة مورفي في البيت، ودون أول ما بيشوفه بيحاول يتصل بمراته علشان يحذرها، لكنها بتكون سايبة التليفون في العربية وبيدخل البيت وبيهجم على موني، ومش بيكون قدامها أي حل غير إنها تضربها بالسكينة وبتقتلها، وبعدها بتهرب من البيت وبيكون وشها كله دم. ولما بتركب العربية بتتصل بالشرطة وبتقول إنها سمعوا أصوات كتير في بيت جيرانها ومش عارفة تنام، وبتدي الشرطة عنوان بيت مورفي. لكن الشخص ده بيكون لسه عايش وبيتصل بمورفي علشان ينقذه، وفعلا مورفي بيروح له بسرعة جدا. ولما بيوصل البيت بيكون صديقه مات، وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبيشوفوه قاعد جنب الجثة، ولما بيحاولوا يقبضوا عليه بيهرب منهم ومش بيقدروا يمسكوه. بعدها المحقق بيقولوا دون إنهم لقيوا جثة ديستي في بيت رئيس عصابه كبير اسمه مورفي، وإنهم لقوا في البيت جثة ثانية. بيسألوا لو كانوا قبضوا عليه، والشرطي بيقول له إنه هرب من البيت، فبيتضايق جدا وبيخاف من كلامه، وبيقول لمراته لو كان عندها مشاكل نفسية وهي صغيرة علشان بيكون عندها القدرة إنها تقتل بكل السهولة دي. فبتعيط موني وبتقول له إنه لو قال الكلام ده ثاني هتقتله، ودون بيخاف جدا وبيحضنها ومش بيكون عارف يتصرف إزاي معاها. وبعد مدة بتكون موني عاملة حفلة في بيتها، وبيروح عشان يجيب أي حاجة يشربها، وبيلاقي مراته قتلوا كلب جارتهم وحطها في التلاجة، وبيحس في الوقت ده بالتهديد وبيكون خايف لتقتله هي والأولاد في أي وقت، وبيقرر إنه يخلص عليها وبيدخل ويفجر أنابيب الغاز وبياخد أولاده ويمشي علشان تنفجر جوه البيت ويخلص منها. وفعلا بتكون لوحدها وبينفجر بها البيت، وبتكون باينه إنها حادثة عادية. بعد فترة دون بيسيب المدينة وبيروح مع أولاده مكان ثاني، وبنشوف مورفي وهو واقف وراه وبيراقبه بعد ما عارف مكانه هو وأولاده. وبينتهي الفيلم. ما تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس.